في اخبار قويه جدا بتقول ان خلاص تقريبا الاهلي خلص في رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي. اللاعب كاداء وكره تحت رجله جوه الملعب مميز جدا، وارقامه واحصائياته مش وحشه، يعني هو لعب 115 مباراه قدر ان هو يساهم في 58 هدف، وبدا يلعب في 3 مراكز، وينج يمين وشمال، وكمان بدا ان هو يلعب كصانع لعب. مركزه المفضل الاصلي هو وينج يمين، وكمان سنه 23 سنه، فاللاعب مواصفاته بصراحه كويسه. والصفقه هتكلف الاهلي 2 مليون دولار، فالصفقه اكيد مميزه وكويسه. بس دلوقتي في اولويات للنادي الاهلي. عندك باك شمال بديل لعلي معلول، اللي سمعت اصلا ان علي معلول خلاص هيمشي من الاساس، فانت محتاج باك شمال ومهاجم. فزي ما انا قلت بالنسبه لي رضا سليم لعيب مميز جدا، لكن دلوقتي في مشاكل الاهلي لازم هي تتحل، الباك الشمال والمهاجم. المشكلتين دول لو ما اتحلوش اي صفقه مهما كانت كويسه هتبقى كويسه، لكن تاثيرها على شكل النادي الاهلي جوه الملعب مش هيبقى ليه قيمه تقريبا، لانها بكل بساطه مش هتحل ازمه رئيسيه في النادي الاهلي. الميلان بيتعاقد مع اللاعب صامويل شكويزي وينج نادي فياريال. اللاعب ده كان عامل موسم كويس جدا بصراحه مع نادي فياريال، وخاصه في ماتشات ريال مدريد كان بيتالق، وكنت دايما بطلع اشيد بيه في الماتشات اللي بيلعبها ضد ريال مدريد. الصفقه كلفت نادي الميلان 28 مليون يورو. اللاعب زي ما قلت لاعب كويس جدا وهيفيد جدا نادي الميلان، ده شيء مؤكد. حاليا نادي الميلان ابرم 6 صفقات، منهم بالنسبه لي 3-4 صفقات ممتازه. الصفقه الاولى هي طبعا اللاعب شوكويزي، دي صفقه بالنسبه لي كويسه. الصفقه الثانيه اللاعب لوكا روميرو اللي احنا اتكلمنا عنه في ماتش ريال مدريد والميلان. اللاعب ده عاجبني جدا واعتقد هيبقى ليه دور قوي جدا مع الميلان في الموسم القادم. واللاعب الثالث كريستيان بوليزيتش اللي لو قدر يرجعوا لمستواه هيبقى اضافه كبيره جدا للميلان. واللاعب الرابع اوكافور لاعب نادي سالزبورج اللي كنت اتكلمت عنه في احدى الفيديوهات اللي كانت في دوري اوروبا، اعتقد كانت سالزبورج وتشيلسي حتى انا فاكر الماتش. الشيء الغريب بقى بالنسبه لي ان مفيش ولا صفقه من دي عملت ضجه الا يمكن صفقه كريستيان بوليزيتش، تقريبا مفيش ولا صفقه عملت ضجه اعلاميه. ده شيء يحسب بصراحه لاداره الميلان ان هي عارفه تخلص الصفقات اللي هي عايزاها في هدوء تاني. طبعا كلنا عارفين ان مانشستر يونايتد محتاج مهاجم، وخلاص تقريبا طريق هاري كين بالنسبه لليونايتد بقى تقريبا مسدود، وعلى الاقل في الموسم الحالي، لان رئيس نادي توتنهام رافض ان هو يبيع اللاعب لمنافس ليه في الدوري الانجليزي، وده شيء منطقي بصراحه. في نفس الوقت برضه نادي البايرن قريب جدا من حسم الصفقه، وقلت على الاقل السنه دي ان متبقي في عقد هاري كين موسم واحد بس، وبعد كده عقده ينتهي مع توتنهام ويحق له ساعتها ان هو ينتقل اي نادي بمزاجه. فمن وجهه نظري الطريقه الوحيده اللي ممكن نادي مانشستر يونايتد يتعاقد بيها مع هاري كين هي ان مانشستر يونايتد يستنى هاري كين عقده يخلص مع توتنهام، بعد كده يشتريه كصفقه انتقال حر. وإيريك تين هاج كان اتسال قبل كده عن صفقه المهاجم وقال لهم بالفعل احنا محتاجين مهاجم، احنا في طريقنا لتحقيق هدفنا. فلو هنيجي نبص على بدائل هاري كين في اوسيمان، في فلاوفيتش، وزي ما انا قلت في ماتش الارسنال واليونايتد، نادي اليونايتد في امس الحاجه لمهاجم.